الخيار الثالث: تفتح مشروعا في أمريكا. الفكرة: تأسيس عمل هنا، من مطعم صغير لخدمة لوجستية أو تجارة إلكترونية. مزايا: سوق شفاف، تسهيلات تمويلية، وحماية قانونية أقوى. إمكانية التوسع والبيع لاحقاً. عيوب ومخاطر: المنافسة عالية، تكاليف التشغيل والعمالة مرتفعة في بعض الولايات. نسبة فشل المشاريع الصغيرة في السنوات الأولى ليست مهملة. مثال عملي: ابدأ بنموذج MVP بميزانية من $20,000 إلى $30,000. تجهيز: موقع إلكتروني، مواد دعائية، شهرين رأس مال عامل. لو الآن المشروع يجلب مبيعات شهرية $10,000 وهامش صافي 10%، سيكون الربح الشهري $1,000. بداية جيدة، لكن يحتاج وقت للنمو. نصيحة عملية: ابدأ مشروعاً قابل للاختبار، لا تضع كل 100,000 فيه من البداية. جرب 6 أشهر إلى 12 شهراً ثم قرر التكبير. الخيار الرابع: تشتري عقاراً وتأجره rental property. الفكرة: تملك أصل ملموس وتحصل دخل إيجار شهري. مزايا: ثورينال، أصل ملموس مع احتمال ارتفاع القيمة appreciation. دخل إيجاري ثابت ممكن يغطي جزء من مصاريفك. عيوب ومخاطر: إدارة المستأجرين، صيانة، فترات فراغ vacancy، ضرائب ومصاريف تأمينية. فانا سيولة أقل مقارنة بالأسواق المالية. مثال حسابي مبسط: لو اشتريت عقاراً بسعر $200,000 وحطيت دفعة أولى $40,000 20%، ومن ملت الباقي برهن بنكي، لنفترض أن القسط الشهري على القرض هو $800، والضرائب والتأمين والصيانة والعمولة تساوي $200 شهرياً، وإذا كان الإيجار المتوقع $1,400 شهرياً، فالصافي الشهري حوالي $200. إذن العائد السنوي على الدفعة cash on cash return تقريباً 5%. الحسابات تختلف حسب المدينة والسوق. نصيحة عملية: احسب عوائد صافية بعد جميع التكاليف، وفكر في تفويض إدارة العقار لو مش عايز ضغط إدارة يومي. الخيار الخامس: استثمار سلبي في أسواق المال Index ETFs REITs. الفكرة: توزع المبلغ على صناديق مؤشرات منخفضة التكلفة وصناديق عقارية للحصول على نمو وتوزيعات. مزايا: تنويع فوري، سيولة أكبر من العقار، تكاليف إدارة منخفضة. تاريخياً الأسهم وصناديق المؤشرات نمت على المدى الطويل. عيوب ومخاطر: تقلبات السوق، القيمة قد تنخفض على المدى القصير، تحتاج نفس طويل وعدم رد فعل مبالغ فيه للتقلبات. مثال رقمي توضيحي: لو استثمرت $100,000 في صندوق مؤشر متنوع بعائد متوسط سنوي مفترض 8%، بعد 10 سنوات وبافتراض إعادة استثمار الأرباح، المبلغ قد يصل تقريباً إلى $215,000. طريقة عملية: استخدم استراتيجية دولار كوست افريجينج، يعني تدخل المبلغ تدريجياً على فترات 3 إلى 6 شهور لتقليل مخاطر التوقيت. نصيحة عملية: ابدأ بجزء كبير نسبياً من المحفظة للاستثمار السلبي. لو هدفك نمو طويل الأجل، ووزع بين مؤشرات سوق وأسواق دولية وأراتس للعقارات.